إن الحمد لله نحمده تعالى ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلن تجد له وليا مرشدا. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. ثم اعلموا رعاكم الله أن خير الكلام كلام الله جل وعلا، وخير الهدي هدي رسولنا صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم، وأن شر الأمور محدثاتها، وأن كل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. ثم أما بعد، أيها المسلمون عباد الله، إن بلدنا الميمون المبارك يمر بمرحلة عصيبة، وهي مرحلة الغلاء وارتفاع الأسعار ارتفاعا جنونيا يؤذن بأمور لا تحمد عقباها، لا للصغير ولا للكبير ولا للذكر ولا للأنثى. ونظر الناس كثير ينظرون إلى ذلك بالمنظار الدنيوي والنظر الاقتصادي، وتركوا المنظار الشرعي. وليعلم العاقل وكل أحد أن الله جل وعلا هو القابض الباسط، وهو الذي يعطي وهو الذي يمنع. وقد غلا السعر أيام النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم، فجاءوا إلى رسولنا صلى الله عليه وسلم فقالوا: يا رسول الله، إن السعر قد غلا فسعر لنا. فقال عليه الصلاة والسلام: إن الله هو المسعر وهو القابض الباسط، وإني لأرجو أن ألقى الله ولا يطلبني أحد منكم بمظلمة في دم ولا مال. الله يبسط الرزق لمن يشاء ويقدر. وقال الله جل وعلا: ولو بسط الله الرزق لعباده لبغوا في الأرض ولكن ينزل بقدر ما يشاء. وفي الأثر الإلهي: إن من عبادي من لا يصلحه إلا الفقر، ولو أغنيته لفسد حاله، وإن من عبادي من لا يصلحه إلا الغنى، ولو أفقرته لفسد حاله. أيها الناس، اعلموا رعاكم الله أن هذا الغلاء إنما هو بسبب الذنوب وبسبب المعاصي، لا شيء غير ذلك. فقد قال الله جل وعلا: وما أصابكم من مصيبة فبما كسبت أيديكم. وقال الله جل وعلا: واتقوا فتنة لا تصيبن الذين ظلموا منكم خاصة. وقال الله جل وعلا: ولو يؤاخذ الله الناس بما كسبوا ما ترك على ظهرها من دابة. ويقول كثير من الناس أن هذا قل هو من عند أنفسكم، وما الله جل وعلا بظلام للعبيد، معاذ الله. وأي مصيبة عباد الله أن يتعب الناس في لقمة أبنائهم وبناتهم. فقد امتن الله جل وعلا على قريش بقوله: الذي أطعمهم من جوع وآمنهم من خوف. يبتلي الله جل وعلا بعض المدن وبعض القرى وبعض البلدان على مر التاريخ بموجة الغلاء وارتفاع الأسعار، تأديبا لهم ولردعهم وزجرهم حتى يؤوبوا ويعودوا إلى ربهم. فقد حدث الغلاء في أواخر عهد بني العباس، كما ذكر ذلك صاحب كتاب النجوم الزاهرة، ونقله غير واحد من أهل العلم. فهذا شيء ليس بدع من القول، يحصل على مر التاريخ
بأن يهجم البلاء في غلاء الأسعار فيتعب الناس. حصل هذا الغلاء في زمن بني العباس في بغداد بالذات، التي كان يقال لها مدينة السلام، ولكن لما حصل فيها ما حصل هجم عليهم هذا البلاء، فأكل الناس بعضهم بعضا، وأكلوا حتى الروث والقيف والكلاب. بل قال أحد علمائنا حتى باعوا القطع من الأراضي مقابل الرغيف والرغيفين والثلاثة من أجل أن لا يموت أحدهم من الجوع. وهرب الناس من بغداد بسبب الغلاء وارتفاع الأسعار، فمات كثير من الناس في الطريق، حتى رفع الله جل وعلا عنهم ما حل بهم. وجاء القرن الخامس فهجم البلاء والغلاء وارتفاع الأسعار على بلاد مصر، فحصل فيها ما حصل، حتى أكل الناس قيف بني آدم، وأكلوا الكلاب، وأكلوا حتى الحيوانات التي لا تؤكل بسبب الغلاء. قال أحد علمائنا حتى مات من الجوع في شهر صفر فقط 130,000 بسبب هذا البلاء. ولما حصل القحط في زمن عمر رضي الله تعالى عنه سمي بعام الرمادة، جف المطر ولم ينزل وتزلزلت المدينة، فقال عمر على المنبر لقد تزلزلت المدينة، فلو زلزلت مرة أخرى والله ما ساكنتكم فيها أبدا، فإنما تزلزلت لما يصنع عليها، وفيها الأخيار والأبرار، فما بالكم بزمننا. وقد قال عليه الصلاة والسلام أمتي أمة مرحومة جعلت عافيتها في أولها وسيصيب آخرها وهم نحن وأنتم، وسيصيب آخرها بلاء وفتنة. وقال عليه الصلاة والسلام لم يبق من دنياكم إلا بلاء وفتنة، الفتن يرقق بعضها بعضا، فلا ندري ماذا يخبأ لنا في الغدر بسبب ما نرى من المعاصي والآفات. نعم عباد الله، بسبب الذنوب والمعاصي ظهر الفساد في البر والبحر بما كسبت أيدي الناس. كل يوم نسمع فواقر، مصائب يشيب لها رؤوس الولدان. نعم عباد الله، الشرك حدث ولا حرج، السحر لا يوجد مسجد إلا وفيه عشرات المسحورين والممسوسين، حدث ولا حرج، لا يوجد بيت إلا من رحم الله إلا وفيه امرأة أو صغيرا أو كبيرا مسحورا. أين هؤلاء السحرة؟ نعم عباد الله، قطاع الصلاة ضع يدك حيثما شئت على عدد شعر راسك، في المحلات وفي السواحل وفي الملاعب وفي المدارس وفي الطرق وفي الأركان وفي السوبرات وفي كل مكان تراك صلاة بالعشرات وبالمئات. قال أنا ما أصلي ويتبجح. ثم نسأل أنفسنا من أين هذه البلايا؟ نعم عباد الله، قال الإمام ابن القيم رحمه الله وما ضيع الناس أمر صلاتهم إلا قدر الله أرزاقهم قدرها الله علينا. من كان يظن أن نصل إلى الغلاء إلى الآن إلى هذه البلاء الذي نحن فيه، عوائل عفيفة وأسر شريفة وصلت إلى الأرض، وكم من عاصر شنب وذو عين حمراء من أصول عريقة قد مد يده يطلب الناس. نعم عباد الله، بسبب الذنوب والمعاصي ناهيك عن المصائب الأخرى، سب الرب والدين والملائكة من كثير من شرائح المجتمع، في المدارس وفي المعسكرات وفي كثير من الأماكن يسبون الله جل وعلا. اليهود والهنادك
والنصارى يعظمون الله عبادهم. وهؤلاء الفجرة لا يجد إلا السب الفاحش يرمي به رب العباد، ولا نكير ولا أحد يتكلم. نخشى أن يعمنا الله بعذاب من عنده، نخشى أن يصير زلزالا. سوريا دمرت وانتهت من على الخريطة ولم تبقى إلا دمشق. وقد سألنا أحدهم قال والله كان سب الرب عندنا مثل السلام عليكم. وإذا أردنا أن نهلك قرية أمرنا مترفيها ففسقوا فيها فحق عليها القول فدمرناها تدميرا. من لهؤلاء الصغب فيما من يتعرضون للذات الإلهية؟ كانت السماوات أن تسقط فوق الأرض بسبب النصارى لما قالوا إن لله زوجة وله ولد. ألا يوجد الآن هذا السب الفاحش أعظم من قولهم أن الله له ولد من هؤلاء الزنادقة الذين كفرهم أهل العلم بالإجماع بدون خلاف؟ نعم عباد الله، مصائب. كذلك الظلم، ظلم في الأراضي وفي كل مكان، وكذلك القتل. يدخل أحدهم حتى بالبندق إلى المسجد فيقتل المصلين كما حصل في بعض المناطق، وحصل اليوم في الفجر في منطقة خور مكسر أن يدخل أحدهم بالبندقية إلى المسجد. مصايب يشيب لها رؤوس الولدان بسبب الحبوب والمخدرات التي توزعها المنظمات. تكالبت الكلاب على بلدنا بسبب معاصينا وبلاوينا. نعم عباد الله، وكم تحسب من الآفات والمصائب. يقول الناس أن هذا، قل هو من عند أنفسكم، قل هو من عند أنفسكم. أين الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر؟ تقول لأحدهم صلاة قال أنتم متشددون. سبحان الله، الصلاة تشدد في المسجد، ماذا بقي من الدين؟ يا أيها الإخوة، لا داعي للمجاملات في باب الصلاة. تارك الصلاة ليس مسلما ولو كانت لحيته إلى سرته. قال الشيخ بن باز رحمه الله يهجر ويقطع ويمنع، وإن مات لا يصلى عليه ولا يغسل ولا يكفن ولا يصلى عليه ولا يدفن في مقابر المسلمين المجرم. والآن تجده عامل وكاشير وفي مطعم وهنا وهنا لا يصلي، بل ربما خان الناس ويفعل لهم القاذورات فيأكلونها. وإلا لماذا هذه السرطانات وهذه الأمراض في الناس؟ وجزى الله خيرا أصحاب التفتيشات، كم يجدون من مصائب ممن يبيعون المنتهيات، وناس لا يخافون الله، تراك صلاة. وقد قال عليه الصلاة والسلام يبعث التجار فجارا إلا من اتقى وبر وصدق. 3 شروط في التاجر: بارا، تقيا، صادقا، وإلا فالأصل أنه من الفجار لا يبالي. نعم عباد الله، الحذر الحذر من هذه المصائب والفواقر. وهناك أسباب يرفع الله جل وعلا عنا إذا فعلناها هذا البلاء وهذا الغلاء، وإلا فكما قال الله وكذلك نولي بعض الظالمين بعضا بما كانوا يكسبون. وفي الآثر وإن كان ضعيفا كما تكونون يولى عليكم. فنسأل الله أن يحفظ علينا بلدنا من الفتن ما ظهر منها وما بطن. أقول ما تسمعون وأستغفر الله العظيم الجليل لي ولكم فاستغفروه إنه هو الغفور الرحيم.
الحمد لله رب العالمين، وصل اللهم وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، ثم أما بعد. أيها المسلمون عباد الله، اعلموا رعاكم الله أن الله لن يرفع عنا البلاء إلا بتوبة نصوح وبرجوع إلى الله جل وعلا، فقد قال عليه الصلاة والسلام: ما نزل بلاء إلا بذنب ولن يرفع إلا بتوبة. وقال عليه الصلاة والسلام: ما اختلق عرق في جسد إلا بذنب، وما يعفو الله جل وعلا عنه أكثر. الله جل وعلا لطيف ورحيم، فلا بد عباد الله من التوبة والأوبة والرجوع إلى الله. كل منا يصلح نفسه، فلو أصلح هذا وذاك وهذا والآخر نفسه لصلح المجتمع. كذلك عباد الله الاستغفار، فقد قال الله جل وعلا: فقلت استغفروا ربكم إنه كان غفارا يرسل السماء عليكم مدرارا ويمددكم بأموال وبنين ويجعل لكم جنات ويجعل لكم أنهارا. وفي آية أخرى قال: ويزدكم قوة إلى قوتكم. الاستغفار نعمة من النعم، من أكثر من الاستغفار جعل الله له من كل هم فرجا ومن كل ضيق مخرجا، يمحو الذنوب يصقلها. نعم عباد الله، كذلك من الأسباب عباد الله الصلاة والدعاء. فلما حصل عام الرمادة في أيام عمر رضي الله تعالى عنه، ظلوا 9 أشهر تسفهم الرياح كأنها الرماد، فسمي بعام الرمادة. فصعد عمر على المنبر يقول للناس: الله الله في الصلاة، والله الله في الدعاء. فكان يصلي بالناس ويذهب إلى بيته بعد العشاء ويصلي إلى السحر، يدعو الله، ثم يخرج إلى أطراف المدينة ويرفع يديه ويقول: اللهم لا تهلك أمة محمد على يدي، اللهم لا تهلكنا بالسنين، اللهم لا تهلك أمة محمد على يدي، اللهم ارفع عنا البلاء. قال الله جل وعلا: من يجيب المضطر إذا دعاه ويكشف السوء وإذا سألك عبادي عني فإني قريب. وصية لكل من يعاني من الفقر وقلة ذات اليد: ادعوا الله جل وعلا، قل اللهم اقض عني الدين واغنني من الفقر. ادعوا الله يا أخي، يد الله جل وعلا سحاء بالخير لا تغيضها نفقه. ادعوا الله جل وعلا، خزائنه ملأ. الله يرضى، بني آدم يغضب إن سألته، والله جل وعلا يرضى ويفرح بأن العبد يسأله. إن الله يحب الملحين في الدعاء. بني آدم لو ألحيت عليه ولو كان ولدك تغضب وربما صفعته، أما الله الذي يلح عليه دائما يحبه الله. وإذا رأيت يداك ترتفع دائما إلى الله، اعلم أن الله أراد بك الخير. نعم عباد الله، الدعاء كذلك عباد الله التراحم والتعاون والصدقة. دخلت 1000 بعير في أيام أبي بكر الصديق وقد حصل فقر في المدينة، فدخلت 1000 بعير. قالت عائشة: ترج المدينة رجا. فقالوا: لمن هذه العير؟ 1000 بعير مثل 1000 سيارة محملة بكل خير جاءت من الشام. قالوا: لمن هذا؟ قالوا: هذه لعثمان. وكان تاجرا رضي الله عنه وأرضاه. فجاءه تجار المدينة فدخلوا عليه قالوا: يا عثمان، القافلة لك. قال: نعم. أنا إياها نوسع على فقراء المدينة. كم تشترون؟ قالوا: في الدرهم درهمان. قال: وجدت أكثر. قالوا: في الدرهم 3. قال: وجدت أكثر. قالوا: 4. قال: وجدت أكثر. قالوا: نعطيك 5. قال: وجدت أكثر. قالوا: نحن تجار المدينة، من الذي أعطاك أكثر؟ قال: أعطاني الله. الدرهم ب10، عندكم زيادة؟ قالوا: لا. قال: فأشهدكم وأشهد الله أنها بأحلاسها وأكتابها صدقة على فقراء المدينة جميعهم. الله أكبر. قال النبي صلى الله عليه وسلم في عثمان: ما ضر عثمان ما فعل بعد اليوم. نعم عباد الله،
هؤلاء هم الرجال. كذلك عباد الله مما يرفع الله جل وعلا عنه البلاء الصدق والأمانة، وأن لا نحتكر، فقد قال عليه الصلاة والسلام لا يحتكر إلا خاطئ. التجار يوصون لا يحتكروا السلع ولا العملة ولا غيرها، يتقون الله في المسلمين، لا نحتكر بل نتعاون ونكون رحماء. كذلك الصدق والمسامحة. رحم الله رجلا سمحا إذا باع، سمحا إذا اشترى، سمحا إذا اقتضى، هنيئا له. طيب، تاجر من تجار الرحمن محمد بن المنكدر رحمه الله، كانت عنده سلع يبيع بعضها ب5 وبعضها ب10. انظر إلى الصالحين. فجعل غلامه يبيع، فذهب محمد بن المنكدر فجاء زبون فباعه إحدى السلع التي ب5 ب10، ثم ولى فجاء محمد بن المنكدر قال بعت شيئا؟ قال نعم، من هذه ب10. قال هذه ب5؟ قال بعتها ب10. فظل محمد بن المنكدر طوال يومه يدور في السوق يمنة ويسرة يبحث عنه حتى وجده. قال أنت الذي أخذت السلعة؟ قال نعم. قال بكم؟ قال ب10. قال هي ب5 وأنا صاحب الحلال. قال قد رضيت؟ قال إنا لا نرضى، إما أن تأخذ 5 وإما أن تعيد السلعة وإما أن تأتي تأخذ سلعة ب5. قال أعطني 5. فأعطاه 5. فلما ولى الأعرابي قال سبحان الله، من هذا التاجر؟ قالوا له هذا محمد بن المنكدر شيخ الإمام مالك رحمه الله. فقال الأعرابي محمد بن المنكدر لا إله إلا الله، كان عندنا في البادية فكان إذا قحط المطر يدعو الله لنا فنمطر. أي لنا مثل هؤلاء الرجال. أبو حنيفة رحمه الله كان يبيع البز، فوجد في البز الكثير قطعة فيها عيبا فوضعها على جنب وجعل غلامه يبيع، ثم ذهب فجاء والغلام قد باع الثوب الذي فيه العيب. قال بعته ولم تخبر الرجل أن فيه عيبا؟ قال ما أخبرته. قال أين المال؟ قال هو هذا. فتصدق به كله وقال لا نريده. والآن قاعدة كثير من الناس يقول ما وصل إلى جيبك فهو حقك، وبعضهم يقول اسرق وقل حقي، فخربت البلاد. علينا أن نتقي الله جل وعلا. يا أيها الإخوة، لا يدخل أحدكم جوف أبنائه حراما. أيذهب الحلال؟ قال لقد يذهب. قد يذهب. أو يذهب الحرام؟ قال يذهب أهله. احذروا رعاكم الله. وعلينا وعليكم بالقناعة. قال عليه الصلاة والسلام لقد أسلم من رزق كفافا، وقد أفلح من أسلم ورزق كفافا وقنعه الله بما آتاه. ولا تنظر إلى من هو فوقكم، يقول نبيكم صلى الله عليه وسلم انظروا إلى من هو دونكم ولا تنظروا إلى من هو أعلى منكم، فإن ذلك أقدر ألا تزدروا نعمة الله. نعم عباد الله، كذلك مما يرفع الله جل وعلا عنا صلة الأرحام التي أصبحت مقطعة. نعم عباد الله، يقول عليه الصلاة والسلام من أراد أن يبسط له في رزقه وينسى له في أثره فليصل رحمه. وقال في الحديث إن أهل البيت ليكونون فجارا فينشر الله رزقهم ويبارك لهم فيه لتراحمهم وتآلفهم. انظروا إلى صلة الأرحام. تفقدوا الأخوات، تفقدوا البنات اللتي تزوجن، تفقد أبيك وأمك، تفقد إخوانك الأشقاء. أرخي يدك بالصدقة. يقول ابن القيم رحمه الله ما الأكثر من الصدقة
فقد جعل لنفسه جيشا يدفع عنه البلاء وهو نائم على فراشه. صنائع المعروف تقي مصارع السوء. نعم عباد الله، فهذه أسباب وغيرها كثير، ولكن ما فيها يدل على غيرها. فنسأل الله بمنه وكرمه وجوده وإحسانه أن يرفع عنا البلاء. اللهم ارفع عنا الغلاء والوباء والفتن ما ظهر منها وما بطن. اللهم ارفع عنا الغلاء والوباء والفتن ما ظهر منها وما بطن. اللهم من أراد بنا وببلدنا كيدا أو سوءا فرد كيده في نحره وأشغله في نفسه واجعل الدائرة عليه. اللهم احفظ علينا بلادنا، اللهم احفظ علينا بلادنا، اللهم احفظ علينا بلادنا. اللهم احفظنا بحفظك واسترنا بسترك. ألف بين قلوبنا واصلح ذات بيننا، واصلح لنا ولاة أمورنا، ووفقهم اللهم لما فيه الخير للبلاد وللعباد، واصرف عنا وعنهم شر الأشرار وكيد الفجار ومكر الماكرين. اللهم إنا نجعلك في نحور الروافض فشتت شملهم. اللهم اقذف الرعب في قلوبهم. اللهم بسببهم خربت البلاد. اللهم فانتقم منهم واجعل بأسهم بينهم. اللهم انصر إخواننا المجاهدين عليهم. اللهم مكن لهم من رقاب الروافض. اللهم شتت شمل الروافض. اللهم انتقم منهم يا قوي يا متين. اللهم ارحمنا برحمتك. اللهم اقض عنا الدين واغننا من الفقر. اللهم ارفع الهم عن المهمومين والكرب عن المكروبين، وارحمنا برحمتك أجمعين يا ذا الجلال والإكرام. اللهم اغفر لمن حضر هذه الجمعة ولوالديه، واغفر للمسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات، إنك سميع قريب مجيب الدعوات. وصل اللهم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.